مرحبا، كيفكنز؟ ان شاء الله تكونوا الحمد لله. رجعت لكم بفيديو اليوم بالحديقة. انا بالبيت عنا عالم، بالبيت عنا عالم ضيوف، فانا ما فيني اصور لكم، حتى اهلي بالبيت ما بيخلوني اصور. موضوعنا اليوم هو عن عدم الاستسلام. يعني شو؟ انت لازم ما تستسلم. يعني شو ما بيقول لك العالم بتقول لهم ايه وما بترد عليهم. اوكي، ما تحكي انجليزي. شو ما بيقولوا لك لا ترد عليهم. العالم ما بيحبوا الخير لبعضهم. اسالوني انا بعرف ما حدا بيحب الخير لحدا. كان في واحد هون فتح الشباك او فوق ما بعرف، صورنا قدام شباك، ما بعرف اذا في حدا هون بيته. بنرجع لموضوعنا المهم. يا جماعه ما تستسلموا، ضلوا حاولوا. مثل انا مثلا بصناعه المحتوى، كله عم يقول لي مستحيل تصير صانع محتوى، صناعة المحتوى بدها مصاري، هاي حظ، هاي مدري شو، هاي مدري شو، لازم تكون برا سوريا. اوكي، ما رح رد عليكم لانكم انتو اغبياء بنظري، مو انتو، العالم قالوا لي هيك. لانه انا بعمل شيء اللي انا مقتنع فيه. طبعا مقتنع فيه بس يكون شيء صح، يعني مش شيء غلط حرام او شيء بما يرضي الله. يعني بعمله بكون انا رضيان عليه، بكون هو شيء صح. يعني انتم انتبهوا، كل اللي صاروا مليونيرات او اللي اتبعوا حلمهم وشغفهم كانوا دائما ما حدا يدعمهم، لا رفقاتهم ولا اصدقائهم ولا اهلهم ولا حدا دعمهم. بس هن شو؟ امنوا بحالهم وبنفسهم. طيب شو مشكلتي انا؟ اني كل مره بعمل فيديو بس ما بكون عاده. يعني انا هلا عملت هذا الفيديو، الفكره اللي خطرت على بالي قامت خليني اعمله. يوم الاربعاء هو يوم عطلتي، اللي هو اليوم، وقطفت وردة. شوفوا الوردة، قطفتها بس ما في حدا أعطيه إياها، فبخليها هون معي وهيك. صراحة اليوم الجو مطر على مو مطر، شوي بتنزل مطر شوي بتطلع الشمس. ما بعرف شو عم يعملوا الشمس والمطر مع بعض الصراحة. وقاعد أنا على الأرض، فبتصور مبل بنطلوني ورحشخ تحتي، وقاعد أنا خايف يطلع لي حدا من هذا الشباك، لأنه أنتوا لكم الشباك ما في شايفين. لا فرجي هون الشباك، فأنا قريب كتير على الشباك، فخايف يطلع لي الزلمة اللي جوا. ما بعرف إذا جوا ولا حدا، ما بعرف مين. وهيك يوم كان يوم بالشغل سيء الصراحة، يعني مو سيء، بنقول الحمد لله، بس ما اشتغلت شي. ما بعرف، ما كان إلي نفس أبدا اشتغل شي. هي بسكوتة بريك أمي عطتني إياها الصبح. جماعة هي لبنانية بسكوتة، مش مقاطعة وقصص وهيك. ما فتحتها بالشغل مشان اكل 3 قطع، اذا بدي افتحها بالشغل بدي يطعمي كل واحد قطعه وما رح يزيد لي انا ولا شيء. فابقى كده برا الشغل. شايفينها عم تمطر علي ترى، وطالع الشمس بنفس الوقت. طقس غريب. حتى حسيت البداية كانت غير النهاية. فيديو اليوم في واحد بالشغل بيقول لي انا شخصيتين. ما فهمت شو يعني. بتعرفوا انه انا قاعد على مكان كله زبالة؟ صفقة الحياة كتير مملة، لانه لازم الواحد يوصل لحلمه. يعني بنظري كل انسان بهالحياة وقت يكون صغير بيكون عنده حلم، بس بسبب الظروف، حكي العالم، الأوضاع أوقات المادية، تغير الواحد حلمه، أو مو بيتغير
ببلش يفقد الامل بهذا الحلم. شو يروح هذا الحلم كلياته بيطير، بحسه انه مستحيل، فما رح يتحقق، فما بيتحقق وبينساه. هلا هو يمكن ينساه، بس ممكن طول الوقت في شي بقلبه، في شي بعقله عم يذكره فيه. بس دائما عندي شغلة انه الحياة بتصور مش عادلة دائما. يعني الحياة عن جد الحياة مو للجميع. انا هي المقولة كنت اقرأها زمان ولا بعدين انه لا، عن جد الحياة مو للجميع. بحس الحياة اكثر يمكن لعالم الاغنياء. وغير هيك كمان كنت من زمان كثير اتمسخر على اللي بيكتئبوا، بس انه انت قال هاد دخل باكتئاب، بقولوا العمى شو مايخ، في حدا بفوت باكتئاب يا جماعه، في حدا بيزعل. بعدين وقت كبرت عرفت في شيء اسمه اكتئاب، عرفت في شيء انه اسمه انه الحياه مش عادله، الحياه مو لكل العالم. انا ما بعرف شو مبدا الحياه، حتى انه انت بدك تضل تمسح جوخ تمسح جوخ تمسح جوخ تمسح جوخ مشان تعيش. قال ما إلي خلق، انا انسان ما إلي خلق مسح جوخ، والله العظيم قسما بالله. ما يا اخي ما بعرف، طاقتي تمسيح الجوخ خالصة من عندي. يعني يمكن ضليت مسح جوخ لسنة بعدين خلصت طاقة تمسيح جوخ. ما بعرف إذا بترجع بتنشحن هي الطاقة ولا لا، بس عن جد ما بعرف. طبعا صار لي أنا 3 أيام 4 أيام مريض كتير قريب وهيك، يمكن صابني فيروس. في هي وحبيبي عم يمشوا هون، مش عارف. عبالي الصراحة ارتبط، بس تعرف شو، بنت مو سورية تكون مشان تعطيني جواز سفر، بس بتصور بدي اياها تكون أجنبية. يكون الموضوع هيك كتير حلو. هلا حرفيا عم تمطر تحت الشمس. فين السعلة؟ قالوا رحمك الله. شكرا لكم. لسه ما الفيديو يكون كتير طويل ما حدا عم يشوفه، وقد يكون الفيديو قصير كمان ما حدا عم يشوفه. خوارزمية اليوتيوب الصراحة جننتني يعني كتير. ما في ارجع عضو الطريق هدول الاثنين بحبوا بعض، يعني روح رجعة ما في. هون كأنه زلمة عم يراقبني، مش عارف الصراحة، او عم يشتغل شغله، بس انا ظنيت بالسوق فيه. وهيك لازم اروح على البيت اليوم بكير لانه اليوم عندي عطلة. رحت انا الدوام بس انا بشتغل شغلين. فانا رحت على الدوام الاول، عندي شغل تاني لازم اعمله. الشغل الثاني معطل، فانا الشغل الاول يوم رحت عليه الصبح، عندي شغل ثاني فاليوم معطل من الشغل الثاني، عرفتوا شو؟ فلازم اخذ بريك لانه انا صار لي اسبوع ما اخذت بريك يعني. ما عم برجع على بيت المسا حرفيا. اليوم بيت خالتي وهيك، فهيك عبال تصير محتواي هو مشاكلي. حتى الضحكة ما عم تطلع معي. اوف 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 اوف. وهيك بيكون خلص فلوق اليوم. ضلوا بخير، بايز. وما تنسوا صلوا 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 مليون صلوا، لأنه شو هي شو النجاة الوحيدة لإلكن والله العظيم. وعي يا جماعة وبايز. وأهم شي ما تستسلموا.